الحمد لله رجالة، الانتخابات عدت على خير وخلاص فرحنا وباركنا للكابتن محمود الخطيب طبعا. المجلس الإدارة الأسطوري في 8 سنوات اللي فاتوا حققنا بطولات كبيرة وعملنا حاجات عالمية كبيرة برضه، وخدنا بطولات عالمية حلوة وكبيرة ومشرفينا وبلا بلا بلا وبطولات. خلاص بقى نركن بقى الموضوع ده على جنب، عايزين نفكر في ال4 سنين اللي جاية. احنا طموحاتنا يعني عليت مع المجلس ده، مش هنكدب. في تدعيمات في المجلس ده، تفاؤل بلا شك. كابتن سيد عبد الحفيظ يعني نقلة إن شاء الله في مجلس الإدارة. المهندس ياسين منصور طبعًا نقلة استثمارية، والمفروض يلبي طلبات ال 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 يعني إيه، جماهير النادي الأهلي مش بتفكر دلوقتي في لاعب ب2 قرش، يعني مش عشان كابتن ياسين منصور أو الأستاذ ياسين منصور، لأ، هو طموحاتنا ده من فترة إن إحنا عايزين صفقات سوبر السوبر، وده تقريبًا من حق جمهور النادي وأكبر نادي عربي وأفريقي، وده اللي إحنا بنوصل ليه، إن إحنا نبقى أحلى وأحلى حتى في الصفقات، مش في البطولات بس، لأ في الصفقات كمان، يبقى اللاعيبة عندنا تبقى بquality عالي، وده حقنا، زي طبعًا وسام وزي إمام وزيزو والناس دي وبن شرقي وبن رمضان وتريزيجيه. ده اللي إحنا عايزينه. عايزين نفوّر النادي الأهلي من بعض اللاعيبة كبيرة جدًا طبعًا ومعروفين بالاسم، ومش هنقول عشان ما نجرحش طبعًا أي لاعب أو أي حاجة، بس اللي عايز أقوله عايزين نفوّر الفرقة. عايزين يا جدعان يعني 2 باكات محترمين، 2 باكات محترمين، أو زوّد 2 في الشمال عادي. عايزين قلوب دفاع، يعني واخد بالك أنت يا كابتن سيد، أنت كنت بتقول الكلام ده، يعني اسمع لي أنت ودانك برضه معايا يا كابتن محمود الخطيب وكابتن والمهندس ياسين منصور، يعني عايزين نسمع الكلام ده الفترة الجاية هم يقولوه. يعني محتاجين نُص ملعب 8 6، يعني خلاص هو تقريبًا أليو ديانج تقريبًا كده هيمشي، بقى له فترة بنتكلم في تجديد ومش يعني مش رايحين لسكة تجديد. عايزين قلوب دفاع، عايزين نضبّط قلوب الدفاع، عايزين مهاجم. رجعنا نصوّت في حتّة المهاجم من بعد وسام الدنماركي ابن اللذينة مشي. عايزين مهاجم يا جدعان، حرام أقسم بالله إن النادي الأهلي يلعب للأسف بquality مهاجمين كده، مع احترامنا طبعًا لشريف وجراديشار حاجة محترمة، بس مش هييجوا جنب وسام وجنب quality عالي حاجة. نلخّص الدنيا. فيعني يا رب الأيام الجاية يبقى خلاص في استقرار، في نجاحات، في الحاجة اللي إحنا يعني بنقول يعني طموح جماهير النادي الأهلي تبقى في مجلس الإدارة ده بالأسماء دي، لأ، طموح النادي الأهلي عالي.